اهلا بكم مرة تانية في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا فيديو عن الغسالة النص اوتوماتيك. معانا غسالة نص اوتوماتيك كريازي، في مشكلة معانا في الدرابوكس، هنوريكم ازاي هنغير الدرابوكس وهنحله مع بعض. هنيجي مع بعضينا هنا واحدة واحدة. المفروض ان انا عندي مسمار هنا اهو، بس طبعا المسمار كان جافش ومصدي، فاحنا فورنا المسمار. هتفك المسمار وبعد كده هتسحب الريشة بالشكل ده. بعد ما تسحب الريشة نبدأ نفك الغسالة من هنا. نعمل من الغسالة كده بالشكل ده. أول حاجة هنعملها هنوجع السير كده بالشكل ده كده. بعد ما سحبنا السير، طبعا السير بايظ خالص اهو بالشكل ده، فاحنا هنستبدل السير ده بعد تغيير الدرابوكس. نبدأ مع بعضينا واحدة واحدة. في عندي هنا صامولة، نجرب هنا كده الجاي. في عندي صامولة اهي اهي، يا رب تكون الدنيا واضحة. ايوه اهي. هنفك مع بعضينا الصامولة دي. بس كده يا باشمهندس. هتمسك الصامولة كده، ركز معايا. نمسك الصامولة كده اهو بالشكل ده كده، وهنبدأ نلف الطنبورة دي كده. دي أسهل في الفك وفي التركيب. تطلع معاه الصامولة بالشكل ده كده اهو. طبعا في ورداية اهو. هنبدأ نخرج الطنبورة مع بعضينا واحدة واحدة. طبعا معانا الطنبورة محلتش، فانا اضطريت اكسرها. هنوريكم مع بعضينا عشان نفهم واحدة واحدة مع بعض. لما ده الدرابوكس الجديد، انا لما نيجي نحل هنمسك الزرادية كده من هنا، اللي هو المكان هنا اهو. هنمسك الصامولة دي هنا كده اهو، وهنبدأ نلف الدرابوكس كده. هتبدأ الصامولة تحل معانا، لان دي بتلف مع الاكس. بعد كده هيبقى عندي هنا في مكان، ادي فتحة، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة. دول فيهم 4 مسامير. بدل ما نحل الوش ده ونفور الغسالة كلها، هنوريكم هنحل ازاي بكل سهولة. هنعدي مع بعضينا مفك من هنا كده. ادي هنا يا باشمهندس، نور هنا الفتحات اللي هنا. هنجيب المفك قصاد الفتحات اللي هنا دي، وهنبدأ نفك. خليك جوه معايا اهو. يعني هنبدأ نفك المسمار ده كده واحدة واحدة، بس طبعا لازم تكون في فتحة موازية للمسمار. يعني هتبقى بالشكل ده كده اهو اهو. اهو هنبدأ نحل المسامير واحدة واحدة.
المسمار التاني. هنبدأ نسحب الدرابوكس بالشكل ده، نلاقي الدرابوكس طلع معانا. طبعا في سيليكون بس انا ضد الكلام ده، هو لان في هنا جوان اهو معايا، انا المفروض ده شغال معايا اهو. فاحنا هنبدأ نركب الدرابوكس الجديد اهو. لو هو داخل الغسالة هنعمل كده، هنمسك دي كده اهو، وهنبدأ نلف اهو بالشكل ده. الصامولة فكت معايا، الوردية دي مهمة جدا عشان ما يفكش. هنسحب كده، دي فكت معايا، نسحب الوردية عشان ما توقعش مني، تسهل معايا في التركيب. هتبدأ زي ما فكيت هتركب. هنحمل هنا، نجيب الدرابوكس، هنعدي الدرابوكس بالشكل ده كده اهو. بعد ما عديت الدرابوكس هتعدي اول مسمار معاك كده على الهادي اهو بالشكل ده. هنبدأ نركب الدرابوكس بالشكل ده كده اهو. اهو الدرابوكس معانا، هنلز كده وهنبدأ نجابل مع بعضينا المسامير واحدة واحدة اهو. اول مسمار معايا اهو بالشكل ده، تاني، تالت، كده فاضل معايا المسمار الرابع. هنركب مع بعضنا اخر مسمار اللي هو تحت، هنبدأ نربط اهو. طبعا التربيط هيبقى مسمار قصاد مسمار، ما نجرطش من ناحية واحدة على طول. انا اهو هنجرط المسمار دوت، نجرط عليه كويس اهو. هنيجي للمسمار اللي قصاده تحت، هبدأ اجرط عليه تاني فاضل معايا مسمارين، مسمار اهو نبدأ نجرب عليه واحدة واحدة مع بعضينا. كده فاضل معايا اخر مسمار اهو. بالشكل ده ابقى راكب الدرابوكس معايا، وانا تلاشيت ان انا نفك القاعده دي كلها وماتور نشافه وموال كده، ريحت معايا الدنيا. هنبدا نركب الطنبوره بتاعتنا
طبعا الوردية دي زي ما اتفقنا هي قبل الطنبورة. بعد كده نعدي الطنبورة بالشكل ده كده اهو. نعدي الوردية وبعد كده الصامولة. ركز معايا اهي. الصامولة هتربط معاك اول سنين وبعد كده هتقف، لان دي صامولة حباسة. هنلف كده بالشكل ده كده اهو اهو لغاية ما الصامولة تربط معايا. طبعا احنا هنستبدل السير بسير جديد، بس لازم يكون نفس المقاس. هتركب الاول السير هنا في الطنبوره بتاعت الموتور. جرب كده يا باشمهندس اهي. ادي الطنبوره بتاعت الموتور اهي اهي بالشكل ده كده. ونبدا نحمل السير هنا اهو بالشكل ده. نبدا نلف كده. ركب معايا. نبدأ نادي الغسالة ونركب الريشة بتاعتنا. طبعا اهو بالشكل ده اهو. هنركب الريشة بتاعتنا ونشغل. وهنركب المسمار بتاع الريشة اهو. طبعا المفروض الوردية دي عشان المسمار ما يحلش معايا. نبدأ نحمل المسمار بتاعنا هنا. نبدأ نجرب هنا نشوف. طبعا في صوت فيشن. طبعا ده الصوت الفيشن ده عشان عدم النظافة. واحدة واحدة مع بعضينا. طبعا كده مفيش صوت خالص. الاوساخ والدنيا دي طبعا انا عشان وقت الفيديو ده كله طبعا لازم ينضف، لان ده عامل معايا صوت وعامل معايا جلد مشاكل. ده كله احنا هننضفه نروج الدنيا دي. وبعد كده هنركب الريشه بتاعتنا على نفس الوضع كده. بالتالي
وإن شاء الله لنا حلقة كاملة عن شرح جميع أعطال الغسالة الفوق اوتوماتيك. هنشرح عن أعطال النشافة، عن أعطال حوض الغسيل، جميع أسباب توقف الغسالة الفوق اوتوماتيك. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، اللي هي كانت بتتكلم عن تغيير الدرابوكس. طبعا دي غسالة كريازي 9 كيلو. كده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.